تعالى اقول لك ازاي تقضي يوم جامد قوي في دسوق. هنفطر وهننزل النيل وهناخد شويه صور عظمه هناك، وهنجرب طبعا الحنطور، وكمان هنتغدى وهنحلي وهنروح حمام السباحه وهنتعرف اكتر على البلد. فيلا هات كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا نبدا الفيديو. تعتبر دسوق بقى واحده من اشهر المراكز اللي موجوده في كفر الشيخ، وده لانها زمان كانت عاصمه الشمال بوتو. لك ان تتخيل بقى ان كان في يوم من الايام دسوق هي عاصمه مصر، وكمان عاش ونشأ فيها العالم الدكتور احمد زويل، وبكده فهي عاصمه العلماء. في مجال الرياضه فتولد وعاش فيها كابتن الشحات مبروك اللي ادى للشعب المصري كله امل ان هو يقدر يعمل حاجه في مجال الرياضه، ومن بعده طلع ابطال كتير جدا مصريين. ننتقل بقى لعالم من علماء الازهر وهو الشيخ محمد عبد اللطيف دراز. وصل في مناصب الازهر لحد ما بقى وكيل لشيخ الازهر، وكان واحد من اللي قادوا ثوره 1919. ودسوق فيها واحد من اقدم 3 معاهد على مستوى الجمهوريه. وعشان اتكلم عن تاريخ دسوق فانا عاوز اكتر من 10 حلقات. طلعت بقى من كفر الشيخ وانطلقنا بقى على دسوق عشان نقضي يوم جميل هناك، وكنا واخدين معانا شويه فاكهه عشان ترطب علينا في الطريق. وطول ما انت ماشي على الطريق كده بتشوف الغيطان والشجر، حاجه تفرح القلب. وصلنا الحمد لله دسوق وطلعنا بقى عشان نفطر عند لذيذ، وده واحد من الاماكن